اكتر 10 حاجات مستفزه. رقم واحد، بالنسبه للولاد في الشارع لما يلاقي مثلا بنت في العربيه وكده، وهو بعربيه برضو تمام، وفجاه من غير اي مقدمات تلاقي فاست 7 اشتغل في الشارع، ويقعد ياخد غرز ويتشقلب ويبقى في مهارات قياده فظيعه تطلع فجاه وانت قاعد. انا عايز اسالك سؤال، انت استفدت ايه؟ حقيقي والله العظيم انت حرقت بنزين، وهي مش هتفتكرك اساسا، يعني مش هتشوفك تاني، وممكن تتقلب تغور في 60 ده يجرى لك حاجه، انت ما استفدتش اي حاجه. يعني هي مش هتشوفك بعد كده تقول ايه ده، الولد اللي كان في بي بيعمل حاجات بيسوق حلو، الولد ده انا فاكر، مش هتقول حاجه، مش هتفتكرك. تمام. رقم اتنين، في الجامعه انا طالبه جامعيه وبعاني من موضوع زي ده، المعيدين اللي مقتنعين ان هم الدكتور، يعني تلاقي اللكتشر فيها المعيد والدكتور، والمعيد واخد دور الدكتور ومسيطر، هو اللي مسيطر في اللكتشر. ادخل متاخر يطردني، طب انت ما الدكتور دخلني، انت مالك؟ انت مالك؟ الدكتور دخلني، انت معيد، ماشي؟ الدكتور هو اللي يقول على فكره، ماشي؟ انا بقى انا معلش على ماشي، انا ما بحبش البنات ماشي على فكره، ما سوري ان انا بقول كده. المهم، رقم 3، الاستاذه عبله كامل في مسلسل سلسله دم، مع كامل احترامي والله انا بيشبهوني بيكي والله، في الامتحانات ببقى عبله كامل بعثت في اللجنه انا والله، بس الصعيدي اللي حضرتك بتتكلميه في سلسله دم والله. ايوه نعم، ده مش صعيدي خالص ولا عمره هيكون، ده مش، هو هندي برازيلي، ما هو مش صعيدي خالص. اوكي. رقم 4، البنات اللي بيلبسوا هيلز بين قوسين الكعب، وما بتعرفش تمشي بيه. بصي انت بتبقي شبه حيوان الباندا اللي تايه في غابه غير غابته، ولسه بيتعرف على تضاريس الارض ومش عارف يتعامل خالص. بجد بتبقي شبه الباندا. انتي باندا كمان مره، انتي باندا والله. ما تلبسيهوش والله، مش مهم الهيلز خالص والله. رقم 5، بالنسبه برضو للبنات، ماشي، بحبهم اقسم بالله والله، بحب البنات دي، اللي عماله تشير في صور سعد لمجرد هو زي القمر، مش هقول البنات اللي عمالين يشيروا في صور انت ازاي كده وبتاع، انتوا صح، هو فعلا ازاي كده، وانا هشير تمام، وهو فظيع، انا مش هقدر اتكلم، بس كنت عايزه اقولها بس مش اكتر. رقم 6، رقم 6، ياه، اسك، ابلكيشن اسك. هو عامة احنا لازم نجتمع سويا ونخلي ابلكيشن اسك هنا في مصر، يعني لما نيجي نعمل له انستول مش مفروض ننستوله على، مش هو او مش اسك، احنا لازم نسميه ابلكيشن هنا عندنا في مصر ابلكيشن الشقط، هو للشقط، ده مفهومه عندنا هنا في مصر شقط مش اكتر. تلاقي هو في حاجتين، بنات وولاد. الولاد على اسك تخش عنده، انا عايزه اقول لك حاجه بس يا عبيط، باينه يهبل، باينه انك بتسال نفسك، باينه يهبل اقسم بالله، باينه يا عبيط، اوبفيس باين ان انت بتسال نفسك. خش اكونت ولد، معظم 99.9 من الولاد على اسك، تلاقي مثلا ايه، نص الاسئله اللي عنده، شفتك امبارح بجد في البنزينه كنت بجد زي القمر، بجد بعشق الجامعه عشان بشوفك، بجد بروح الجامعه بس عشان اشوفك، شفتك صدفة في مطعم شاورما ابو مش عارفة مين، بجد كان لبسك تحفة. كل الناس بتشوفه صدفة، وكل اللي بيشوفوه صدفة جابوا اكاونته على اسكو ودخلوا سألوه، وكلهم ما بيبينوش اسمهم، وكلهم بيرد عليهم بتناق، وهو بقى تنك جدا، يعني مثلا سؤال، انت بجد ازاي كده، اوكي بجد انا معجبه بيك جدا نفسي تحس بيا بجد والله، اوكي. هو تنك جدا، هو تنك وجامد وتقيل، ما بيردش، مالوش في الكلام ده، بيرد عليهم وحش. اوكي. البنات بقى، البنت تلاقيها يعني محدش معبرها اصلا في حياتها اليوميه العاديه، وشبه وش رجلك وانت لسه صاحي من النوم، وتلاقي الاسك بتاعها بقى كله قلوب،
وفراشات واقواس قزح وناس معجبه بيها، وناس مش عارفين يقولوا لها ازاي ان هم بيحبوها. كل اسك بتاعها انا معجب بيك، انا بحبك، انا معجب بيك، انا بحبك، انا معجب بيك، انا بحبك. كله 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 كده. تمام. بنتعامل مع اسك ان هو شقط، والله مش اكتر، شقط. بس بجد اللي هتخشوا دلوقتي على الاسك بتاعي على فكره والله بحد من اسئله ان احمد حدي ما بجاوبش عليها، عشان والله في حاجه بس شايلها في قلبي، والله شايلها في قلبي. ليه في الكومنتس، خرجت بره اطار الموضوع، ليه في الكومنتس بنشتم عندي عامه، بتشتموا في الكومنتس عادي ومنتهى البجاحه، ونيجي في المسجز كلام حلو؟ يعني ليه بتشتموني قدام الناس ونيجي في المسجز نقول كلام حلو؟ اسك نفس الموضوع برضو، اللي بيقولوا كلام حلو وما بيبينوش اسمهم، واللي ما علينا. وصلنا الرقم كام؟ لو عجبك الفيديو سبسكرايب من هنا، سبسكرايب وشوفوا بقيه الفيديوهات، ويا ريت تسيبوا لي تعليقاتكم او اي افكار لفيديوهات تانية.